مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم بشير رمسيس، قناه بشير رمسيس تي في، قناه عن خروجات، فسح، سفريات، حجوزات فنادق، شرم الشيخ، دهب، الغردقه، عين السخنه، كل حاجه انت عايزها. لو انت من هواة السفر والخروج يبقى القناه دي عشانك. الفيديو دوت انا جايبه لكم النهارده عشان السؤال ده اتسال لي كتير قوي في كومنتات وفي على الواتساب والماسنجر، وناس زمايلي وحتى اصحابي كتير بيسالوه ايه الفرق بين نجمة، نجمتين، فندق 3 نجوم، فندق 4 نجوم، فندق 5 نجوم. الفرق بين النجوم دي ايه؟ هو ده اللي انا جايبه لكم معايا في الفيديو دوت. لو انت مهتم بالموضوع ده ما تنساش تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول معلومه معانا وحابب اقولها لكم عشان يبقى في ميس اندرستاند كده في الموضوع دوت، ان الفندق او القريه او المكان اللي انت رايحه دوت نجومه ملهاش علاقه بان الشط في شط ولا ما فيش شط، شاطئ خاص ولا لا، شاطئ رملي ولا لا، في اكوا بارك ولا لا. في ناس بتربط ان الفندق ما دام في اكوا بارك يبقى فندق كبير، ما فيهوش اكوا بارك يبقى فندق ضعيف. الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. انا لما بحثت كتير في الموضوع دوت لقيت ان موضوع تصنيف الفنادق من النجوم دوت مختلف كتير قوي من الدول من بعضيها. يعني مثلا في اوروبا نفسها هتلاقي سياسات تصنيف النجوم في انجلترا غير سياسات تصنيف النجوم في فرنسا غير في اسبانيا. يعني في اوروبا مش اوروبا كلها ليها سياسه واحده، لا. نفس الكلام امريكا، يعني تلاقي ال5 نجوم في امريكا ملهاش علاقه بال5 نجوم في انجلترا. فعشان كده انا طبعا في الفيديو دوت ماليش دعوه طبعا بالدول دي وماليش دعوه بالقارات الثانيه، انا جايب لك تصنيف ال5 نجوم عندنا هنا في مصر. اولا تصنيف ال5 نجوم زي ما اتفقنا في البدايه ملوش دعوه بالاكوا بارك، ملوش دعوه بالشط، شط رملي او شط صخري. تصنيف النجوم بيجي على التالي. يعني مثلا الفندق اللي هو بيبقى نجمه واحده، نجمه واحده ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن زي عماره او مبنى، المبنى ده متقسم جوه غرف، فانت بتخش بتحجز اقامه فقط. اقامه فقط ملهاش دعوه خالص باي حاجه تانية، مفيش اي امتيازات تانية. يعني الغرفه للنوم فقط، مفيش شاشات، مفيش تلاجة، مفيش اي حاجه في الغرفه، الغرفه للنوم فقط يا جماعه. والحمام كمان ملهاش حمام خاص، اللي بيبقى كل 5 مثلا غرف يبقى ليهم حمام مشترك، او كل دور ليه حمام مشترك او حمامين مشترك للدور. فدي النجمه واحده، الفندق النجمه واحده، اقامه فقط بدون اي امتيازات، مفيش مطاعم، مفيش مقاهي، مفيش اي حاجه. كل اللي انت بتاخده ان انت غرفه بتنام فيها فقط، والحمام حتى حمام مشترك، والمناشف والملايات والحاجات دي بتتغير كل 3 أو 4 ايام. ده الفندق النجمه الواحده. طيب الفندق النجمتين بيتميز بايه؟ الفندق النجمتين ده بقى بيتميز ان الغرفه بيبتدي يكون فيها شاشه، يبتدي يكون فيها ثلاجه، بس ده برده مش شرط اساسي. بس الشرط الاساسي في الفندق النجمتين ان يبقى فيه حمام خاص. حمام خاص والمناشف والحاجات دي بتتغير تقريبا كل يومين او كل 3 ايام بعدد اقل من الفندق اللي هو النجمه واحده. لكن نفس النظام برده هو نظام عباره عن مبنى في عماره زي بيت كده بس متقسم غرف، في زي ريسبشن صغير تحت، في مطعم، في قهوه في الفندق النجمتين دوت، بس بيبقى رسوم تانية ملهاش دعوه بالباكج الاقامه. اللي انت الاقامه عندك في الفندق دوت بتطلع بتاخد غرفتك تنام فيها، نوم، حمام خاص، في شاشه او ثلاجه، احتمال احتمال لا، بيبقى في مطعم او مقهى، ده حسب طبعا انت ايه باتفاقك بالنسبه للفندق. ده الفندق اللي هو النجمتين. من اول فندق ال3 نجوم بيبتدي المستوى يعلى شويه، تبتدي الغرف تكبر، ما يبقاش بقى مبنى واحد، بيبقى اكتر من مبنى او بيبقى مكان مفعول عليه فندق بقى 3 نجوم. بيكون الغرفه فيها امتيازات اكبر، ان هي طبعا بتبقى اكبر، لازم يكون فيها شاشه، يكون فيها ثلاجه، يكون فيها خزنه، بيكون فيها حمام خاص بيها، حمام اكبر، في مثلا دش، في في استشوار، في حاجات تانية امتيازات اكتر في الفندق ال3 نجوم. الفندق ال3 نجوم بيبتدي معانا ان هو بيبقى فيه حمام سباحه، بيبقى فيه حمام سباحه واحد على الاقل حتى لو صغير، فده بيبقى امتياز زياده للفندق. بيبتدي الامتيازات تزيد من ان هو بيبقى فيه جيم، بيبقى فيه سبا، جاكوزي، الحاجات دي اللي بتبتدي معانا في الفندق ال3 نجوم. يعني الفندق ال3 نجوم مساحه الغرف بتزيد، بيزيد حمام سباحه، بيزيد صالات رياضيه، بيزيد شويه حاجات تانية في الفندق، والغرفه طبعا بيبقى كامله الامتيازات من حيث الشاشه والثلاجه والحاجات دي كلها. هو الفرق في النجوم يا جماعه فرق امتيازات في الاقامه والغرف والنظافه، هو ده الفرق بس. طبعا الفندق ال3 نجوم بيبقى فيه طبعا مطعم زي ما في حمام سباحه، هو فيه برده مطعم وفي اكل كويس، بيبقى فيه شيفات بتبتدي تعمل اكلات مميزه. اول ما نخش ال4 نجوم بنبتدي نروح لمستوى اكبر بكتير من الفندق ال3 نجوم، بحيث ان الغرف بتبقى فعلا اكبر شويه،
بيبقى فيها برضو كل امتيازات، شاشه، ثلاجه، فيها خزنه، حمام اكبر، حمام انضف، بيبقى فيه خدمه غرف بقى على مدار الساعه كل يوم، ممكن على مدار ال 24 ساعه خدمه الغرف، يغيروا لك كل يوم المناشف والفوط والحاجات دي كلها، الملايات والكلام ده كله، فدي خدمه كويسه. بيبتدي في مطعم اوبن بوفيه، اقامه كامله، فطار وغدا وعشاء، اكل طبعا مميز، بيبقى في حمام سباحه برضو بيبقى اكبر، بيبقى في اكتر من بار، مش بار واحد مثلا زي في ال3 نجوم بيبقى في بار واحد، ال4 نجوم بيبقى في اكتر من بار، 3 أو 4 بارات. بيبتدي ان الفندق يكبر شويه بالمستوى. وطبعا الفندق ال5 نجوم خلاص كده الرؤيه وضحت، بيبقى فيه كل حاجه وشامل كل الامتيازات، وبيسعى لارضائك باي طريقه. يعني الغرف بتبقى اكبر، بيبقى فيه بقى غرف فاميلي، غرف اللي هي كونكتد روم، غرف اكبر بكتير، ممكن نضيف فيها سرير اضافي، طبعا غير الشاشات المسطحه، غير الثلاجات الكبيره اللي بيبقى فيها الميه والعصير والمشروبات، غير طبعا بيبقى فيه كاتل شاي، كاتل قهوه، بيبقى الحمام جوه فيه اللي هو الشاور، الشامبو، مكنه حلاقه، كل التزاماتك، كل حاجه انت هتحتاجها. طبعا غير لك الفوط والحاجات، كل حاجه يوم بيوم وقت ما تطلبها. في طبعا تليفون تقدر تطلب اللي انت عايزه وتغير اللي انت عايزه في اي وقت. في طبعا خدمه اكل في الغرف، ان انت تطلب اكل في الغرفه يجي لك لغايه عندك. غير طبعا يبقى في اكتر من مطعم رئيسي في الفندق، طبعا بوفيه كبير، بيبقى فيه فطار وغدا وعشاء، بيبقى فيه اكتر من حمام سباحه، بيبقى فيه طبعا جيم وصالات رياضيه، بيبقى فيه ملاعب، بيبقى فيه فريق انيميشن، بيبقى فيه امتيازات تانية كتير. فهو ده الفرق بين النجوم. الفرق في النجوم يا جماعه هو في الاقامه اللي انت بتقعد فيها، في الغرفه اللي انت بتقعد فيها وبتنام فيها، والمكان اللي انت بتاكل وبتشرب فيه. لكن الموضوع ملوش دعوه ببحر، الموضوع ملوش دعوه باكوا بارك، ولا ليه دعوه بعدد الحمامات السباحه. يعني مش معنى عشان الفندق فيه 8 حمامات سباحه يبقى ده فندق واو، مش شرط 8 حمامات سباحه. فندق عشان فيه اكوا بارك كبيره يبقى ده فندق واو. ياما في فنادق فيها اكوا بارك كبيره لكن مش اقوى حاجه ومش احسن حاجه. فانت عشان تختار الفندق المناسب ليك، انا عامل فيديو تاني برضو دليلك لاختيار الفندق المناسب ليك. لو انت عايز تصيف مش عارف تروح فين، غردقه ولا مرسى مطروح ولا شرم ولا راس البر ولا جمصة ولا اسكندريه، انت مش عارف تروح فين، معاك ميزانيه ونفسك تتبسط وتصيف في اجود مكان واحسن حاجه بالفلوس اللي معاك دي، هتدوس على علامه الاي فوق دلوقتي، هتلاقي فيديو دليلك ازاي تختار فندق مناسب او ازاي تختار مصيف مناسب. خش اتفرجوا ده على الفيديو ده ان شاء الله يعجبكم. يا رب يكون الفيديو دوت فاتكم. ما تنساش لو عجبك تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يصلك كل جديد، وشكرا.